على صعيد النتيجة السويتي أول أهداف وغرغنودي ثاني أهداف سارية 2 الإعادة والتدخل القوي اللي كان على محمد السويتي اللي كان يتابع في هذه الكرة محمد السويتي. نعم تمريرة من محمد السويتي، تمريرة ممتازة بالمقاس، يلعب العرضية والكرة غادرت الكرة وحكم اللقاء يشير بوصلة اللاعب عرضية من السويتي. السويتي محسن محمود والهدف ولا أروع، هدف ولا أروع من القصير المكير لاعبي فريق سارية نعم رعاته ولا أروع، رايع يا سويتي ولا أجمل من المحفوظ لصالح الملعب الليبي. صعود معظم لاعبي فريق الملعب السارية داخل منطقة الجزاء، كرة عالية من جديد، حارس مرمى يدخل أول أهداف المباراة، يخطي حارس المرمى أحمد دردور، خطأ فادح لأحمد دردور، كرة مباشرة أول أهداف المباراة، كرة مباشرة من الركنية في شباك الحارس أحمد دردور. أحمد دردور تألق في الكرة الأولى وفي الكرة الثانية إبعاد خاطئ يعني الحارس أحمد دردور. إذا تتغير نتيجة المباراة وطبعا من نقطة الإعادة أحمد دردور يحاول إبعاد الكرة والكرة تغالط شباك الحارس أحمد دردور. تعود الكرة من جديد لمصلحة السويتي، يمر السويتي بشكل ممتاز، كرة لكن يلعب داوود السويتي يحاول انطلاق محمد السويتي، يفتح اللعب على الجانب ترجع الكرة في اليمين عن طريق محمد السويتي، علي محمد السويتي 13 يمشي محمد السويتي تبعين معتصم، للاعب محمد السويتي يلعب الكرة عادة محمد السويتي يلعب الكرة بشكل طيب فريق الاتحاد المصراتي في هذه اللحظات محمد الزنتاني تابع فيه أوبوجا لاعب بالغالي، ترجع عكسية سريعة مرة ثانية داخل منطقة الجزاء، فرصة ثانية أهداف وحارس المرمى يدخل في هذه الكورة. ماذا يلعب الحكم من ركلة الجزاء أولى هذا من هذا السويتي بشكل ممتاز. مصلحة فريق سارية، تعود للسويتي، سويتي يفتح اللعب في أقصى اليمين بشكل ولا أروع عند عماد البكوش. محاذر القائم، شوف الكرة هناك كرة هناك غنودي يفتح اللعب للسويتي، سويتي شوف الكرة 13 راوغ يا سلام، اي التصويبة كانت محاذر القائم في الكرة الأخيرة. السويتي راوغ وصوب ولكن الحظ ضربة راس كانت عن طريق أوني لوكاكو اللاعب النيجيري اللي حاول المجيء بهدف الأسبقية، ولكن الكرة غادرت أرضية الملعب. نشاهد إعادة رفع الكرة عن طريق اللاعب محمد السويتي اللي رفع الكرة، وكان هناك متابعة لهذه الكرة عن طريق اللاعب أوني لوكاكو اللي لعب الكرة بالراس، والكرة على العارضة في 37 زمن الشهور، وهنا هجمة
إخلاص الكرة والحكم جرى. يتعلق في الشوط الاول من سنتيلي ركله جزاء لوكاكو، ضيع لوكاكو فنجح سويتي الاولى الى الفرق ديال الوطن المسافي لو اثنين على الصابر ولكن تفتك تعود لسويتي هجمة ومحاولة انطلاق من الجهة اليسرى وصرف الكرة ونقل الكرة واحتفاظ بالكرة صعبة المهمة تسجيل كانت بشكل مطلق على مرمى الطريقة السارية، ونشاهد الإعادة والمراوغة اللي كانت موجودة وبشكل رائع. تسديدة كاملة المنقذات في الهدف الثاني، وتألق أسامة المندرسي جعل ثانية على كل حال لمصعد فريق ساري. نشاهد إعادة من زاوية أخرى ونشاهد التقدم بالكرة ونشاهد التسديدة اللي كانت عن طريق اللاعب محمد سويف، اللاعب اللي يحمل غير رقم المنطقة